تخيل، وحش مرعب عملاق ضخم كان نائما تحت الأرض ل250,000 سنة. فجأة بدأ يتنفس، يصدر أصواتاً ويظهر علامات حياة. لماذا الآن بالتحديد؟ وما الذي سيحدث عندما يستيقظ هذا الكابوس الجيولوجي تماماً؟ هل نحن على أعتاب كارثة طبيعية لم يشهدها البشر منذ زمن بعيد؟ في قلب المناظر الطبيعية الشاسعة في بوليفيا، وتحديداً في سلسلة جبال الأنديز الشاهقة، يقع بركان أوتورونكو. هذا البركان العملاق الذي يقدر عمره ب250,000 عام ظل في سبات عميق خامداً تماماً لآلاف السنين. لم تكن هناك أي علامة على الحياة البركانية فيه حتى بدأ وكأنه جزء طبيعي وثابت من التكوين الجيولوجي للمنطقة. لكن الهدوء الذي دام قرونا طويلة قد انكسر مؤخرا. فجأة بدأت الأرض تحت أوتورونكو تتحدث. سجل العلماء نشاطا زلزاليا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الزلازل الصغيرة المسجلة 1700 زلزال. لم يكن هذا هو المؤشر الوحيد، فقد لاحظ الخبراء انبعاثا مفاجئا للغازات من فوهات البركان، وهي إشارة مقلقة على وجود حركة تحت السطح. الأقمار الصناعية من جانبها كشفت عن تحركات طفيفة في سطح الأرض المحيطة بالبركان، مما يؤكد أن شيئاً ما يتغير عميقاً في باطن الأرض. بركان الزومبي، تفسير المصطلح الغريب في عالم الجيولوجيا. عندما يستيقظ بركان كان خامداً لفترة طويلة جداً، يطلق عليه أحياناً اسم بركان الزومبي. هذا المصطلح الغريب لا يعني أن البركان قد عاد من الموت حرفياً، بل يشير إلى أنه أظهر علامات نشاط بعد فترة طويلة جداً من السكون، تماماً كالموتى الأحياء في القصص الشعبية. إنها استعارة درامية لوصف ظاهرة جيولوجية نادرة ومثيرة للدهشة. إذا ما قرر هذا العملاق النائم أن يثور بكامل قوته، فإن العواقب ستكون وخيمة وبعيدة المدى على الأرض وحياة البشر. يمكن أن يصل الرماد البركاني إلى ارتفاعات هائلة قد تتجاوز 19,000 قدم، مما يشكل تهديداً كبيراً لحركة الطيران ويقلل من الرؤية. على نطاق أوسع قد تحجب كميات هائلة من الرماد وثاني أكسيد الكبريت ضوء الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية وظهور ما يعرف بالشتاء البركاني. كما يمكن أن تتسبب الغازات المنبعثة في ظاهرة الأمطار الحمضية التي تضر بالتربة والمياه. كما سيتأثر المناخ المحلي والنظم البيئية بأكملها. يمكن أن تدمر تدفقات الحمم البركانية والتدفقات الفتاتية لاهارز الغطاء النباتي وتغير مجاري الأنهار. كما أن الرماد المتساقط يمكن أن يخنق النباتات، يلوث مصادر المياه ويسبب مشاكل صحية خطيرة للحيوانات البرية والماشية. والمدن في بوليفيا المجاورة بالإضافة إلى أجزاء من الأرجنتين وتشيلي ستكون الأكثر تأثراً بالانفجار، مما قد يؤدي إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق وتشريد للملايين. سيعاني السكان من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب استنشاق الرماد، وقد تتلف البنية التحتية مثل الطرق والمباني وشبكات الكهرباء. كما أن التبعات الاقتصادية ستكون كارثية، تشمل تدمير الأراضي الزراعية وتوقف الأنشطة التجارية. تتناول الدراسات الحديثة مثل تلك التي نشرت في مجلة PNAS لعام 2025 ظاهرة أوتورونكو بعمق. يؤكد العلماء أن ما يحدث ليس بالضرورة مؤشراً على انفجار وشيك، فالنشاط الغريب وإن كان ملفتاً يبدو مرتبطاً بشكل أكبر بحركة السوائل، الماء والغازات تحت البركان، وليس بالضرر بالصهارة الساخنة التي تسبب الثورات الكبرى. إنها حركات أو نفس وليس صراخ انفجار. يمكننا تخيل المشهد وكأن الوحش اللي نائم تحت الجبل بيحرك رجليه بعد سبات طويل. إنها حقاً لحظة تشعر فيها أن الأرض تتكلم بعدما سكتت آلاف السنين، تهمس لنا بأسرارها العميقة. هل نحن فعلاً نعيش في زمن الصحوة البركانية؟ هل هذا مجرد إنذار أم بداية لنهاية هادئة لعصر من السكون البركاني؟ يبقى المستقبل وحده هو من سيجيب.